لو عندك 24 ساعة بس في ميلانو يبقى تعالى أقولك تعمل إيه. أنا البرسبتي مسافر ومرشد سياحي في إيطاليا، ويلا بينا علشان ما عندناش وقت كتير. رقم 1 هي كاتدرائية الدومو، أشهر مكان في ميلانو كلها، واللي ما تنساش تصور قدامه كام صورة حلوة، ولو عندك وقت تطلع تتفرج عليه موفي. 2 هي طبعا جاليريا دي فيتوريو إيمانويلي، تاني أشهر مكان في ميلانو كلها، واللي موجودة جنب كاتدرائية الدومو، وبتعتبر أقدم مول مغطى في ميلانو كلها. أما 3 بلا منازع فهي كاستيلو سفورسيسكو، قلعة المدينة المشهورة، واللي مفتوحة مجانا للجمهور والتمشية فيها آخر روعة. ده غير إنها مكان تاريخي جميل موجود في وسط المدينة بالظبط، وعلى بعد 10 دقايق من كاتدرائية الدومو. 4 بقى هو اركو دي لاباتشي او قوس السلام، واللي بيعتبر النسخه المصغره لقوس النصر بتاع باريس. سيبك بقى من كل ده وننتقل لرقم 5 منطقه بريرا في ميلانو، واللي من رايي الشخصي هي اجمل وارقى منطقه في ميلانو كلها، ومليانه بالمحلات والبوتيكات الصغيره اللي تغبن. رقم 6 ومع غروب الشمس منطقه النافيليو، اللي لازم كلكم تزوروها في ميلانو، ده بالاضافه لمناطق تانية كتير ممكن تزوروها، والشوبينج اللي ممكن تعملوه في ميلانو. علشان كده انا مش بنصح اي حد يقعد في ميلانو يوم واحد بس.